تعادل بطعم الخساره والله العظيم. انا حشيتها بقناه سابقه، قلت هذا الموسم صفر للزوره. انا عندي امتحان، انا طالب طب اسنان مرحله ثالثه بالقران، جيت هنا ادرس، قلت خليني اجي ادرس على الاقل اونس نفسي على الامتحان. حتى امتحان ما راح اقرا، هاي كله ما ادري ما ادري يعني السبب ما تدري منين. المدرب جايب لي قوقيس، تو جاي صار له 3 ايام بالاردن ورجع، بين ما وصل هنا. اليوم كان احتفالات بالكراده، ادري انت تنزله، هو كان بالاحتفال لا متمرن لا لاعب، صار له 3 ايام من لعبه بوليفيا وهم ما نزل بها المن جايبه. انا اشوفه تعادل بطعم الخساره بالنسبه. اي بطعم الخساره، ما استغلينا خساره الطلبه، كان صرنا هسه احنا الرابع، كان صار امل شوي هنا الجمهور، هذا الجمهور الزوراء. انا اشوف هذا موسم للنسيان. اتمنى من الاداره يعني ان شاء الله الموسم القادم، 7 سنين احنا ما واصلين. واعتقد اللاواعي بنصهم حرام يمثلون هذا النادي، حرام يمثلون هذا الشعار. الموسم مو قلتوا موسم الطياره وما اعرف شنو؟ والله بصراحه انغشينا. والله انا قلت لهم والله مو موسم الطياره هذا، قاعدين هنا جماهير، قلت لهم مو موسم الطياره. موسم الطياره اللاعب لا تعطيه اكثر من حجمه، اللاعب متصفق له بالملعب، هذا قال لك ما راح يحكي عليه. ولا باعوا، ما رد احكي على اللاعب، ما رد احكي على اللاعب. نبارك المنتخب واحكي على نسيت اكرم. راح تقول لي ليش؟ قاعد هناك يصرح يقول هذا المونديال جيل 2026 ما يمثل المونديال 2007. لا انتم خالي درب التقاعد وعكازه، هذا الجيل احسن جيل.